بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جاي نحكي على موضوع الكرة، بما أننا من زلنا ما طلعناش من المونديال ولا صوت يعلو فوق صوت الكرة. في الحقيقة أنا شفت أمس صورة لطفل مغربي في جوجل، في ملعب قطر، وهو يتفرج على ماتش المغرب وفرنسا. وعند نهاية المقابلة هذاك الطفل كان يبكي بحرقة، وفي أحضان والده يبكي بحرقة على انهزام الفريق. تعرفوا والله العظيم أبكاني 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 هذاك الطفل، حتى ما عودش نقدر نزيد نشوف صورة حزينة جدا. الطفل هذا اللي عنده 7 سنين أو 8 سنين، يا ترى شو ذنبه عشان يتحرق قلبه ويتدمر بهذه الطريقة البشعة؟ هذا الموضوع يشبه موضوع في واحد جزائري كمان كان واخذ بنته 13 سنة إلى الملعب تفرج المقابلة، ولما انهزم الفريق الجزائري توفت البنت المسكينة 13 سنة بسكتة قلبية من شدة الحزن. يعني هذا الأطفال البراعم هذه ما ذنبها حتى نأخذها للملاعب ويتحرق القلب تاعها وتدمر نفسيا، ويا عالم شو يصير لها بعدين. أنا أتساءل ليش إحنا الدول العربية والنامية عندنا شغف كبير بالكرة، كبير مبالغ فيه. إذا فرحنا بانتصارات الكرة نفرحوا فرحة مبالغ فيها، وإذا حزننا على نتائج الكرة أو الخسارة نعبروا بطريقة مبالغ فيها. بينما الأجانب ما عندهمش ما عندهمش هذه المبالغة في التعبير. الأجنبي نقول لكم صراحة والله العظيم، لما غلبت فرنسا المغرب وإحنا عندنا زملاء فرنسيين في المكتب، قسما بالله جو الصبح كل واحد على مكتبه، ولا سمعنا حرف واحد عن المقابلة، ولا شفنا مظاهر فرحة، ولا شفنا أعلام، ولا شفنا كيك، ولا شفنا من الحاجات اللي شفناها في الانتصارات العربية. إحنا العرب لما ننتصروا كأنها يعني كأننا حققنا إنجاز عظيم عظيم جدا، ما نعتبروهش يعني إنجاز رياضي فحسب، لا، نعتبروه أنه شرف، أنه رجولة، أنه فخر، أنه عزة، أنه كرامة. يعني بينما الغرب لا، الغرب ما يعتبروش كذلك. الغرب يعتبروا انتصار، يعتبروا شهرة، يعتبروا فلوس، خصوصا الفريق هو اللي يكون فرحته أكثر المفروض. أما أنا المتفرج، أنا شو راح أستفيد بالله عليكم؟ أنا كمتفرج نسأل كل مغربي الحين راح الملعب قطر وتفرج على المباريات، شو استفاد المغربي بالله عليكم غير فرحة مؤقتة فقط، فرحة مؤقتة. بينما الفريق تعرفوا الآن الفريق بياخذ ملايين الدولارات، وياخذ الذهب وياخذ الجوائز، واللاعيبة يختاروهم الأندية الأجنبية عشان يلعبوا معاهم ويمضوا على عقود بمبالغ باهظة. يعني الفريق رابح في كل الحالات. أما الجمهور هو اللي خسران أعصابه، خسران الحماسة اللي كان فيها، خسران نفسيته. الحين الجمهور المغربي ما يشوفش إنجازات، ما يشوفش أنه الفريق وصل إلى هذه المرتبة، لا، الفريق المغربي الشعب المغربي أو الجمهور المغربي وصلت طموحاته إلى السقف، إلى كأس العالم. المغاربة كانوا يتكلموا على كأس العالم، يعني كانوا منتظرين كأس العالم، فجأة ينهزموا في مقابلة النصف النهائي، يعني باقي لهم مقابلتين فقط ويوصلوا للكاس. تتخيلوا مدى الحزن والنفسية السيئة اللي هم فيها الجمهور المغربي الآن؟ تتخيلوا هذا النفسية؟ حتى وتقول لهم الفريق المغربي يروح للمرتبة الثالثة أو الرابعة، فهذا لن ينقص من حزنهم الكثير. هم وصلوا إلى القمة. تعرف زي ما تكون واحد عطشان وتوديه إلى البير، توصلوا إلى البير وبعدين ما تعطيش المية، تخيلوا نفسيته كيف تكون. هل يكون فرحان بالمسافة اللي قطعها، ولا حزين إنه ما شربش الماء؟ فلكم أن تتخيلوا يعني الخسارة اللي خسرها هذا الجمهور المغربي. شو استفاد الجمهور المغربي في النهاية؟
ما استفاد ولا شيء، خسر أعصابه، خسر وقته. ممكن يكونوا كثير منهم ما أداش صلاة في وقتها، خسر دينه، خسر فلوسه اللي جا بها إلى قطر، واللي خذا بها التأشيرة، واللي دفع بها التيكت. عشان شو؟ عشان يتفرج لي أنا. زي ما قال واحد مصري في اليوتيوب، سأل صديقه الأجنبي قال له ليش ما تتفرج الماتش؟ ما أراك تروح لأي ماتش. قال له والله أنا مش مغفل عشان أتفرج على 22 مليونير وأزودهم فلوسهم. كلمة حق، كلمة حق صراحة والله العظيم. اللعيبة هذو من أغنى الأغنياء، بياخذوا فلوس ما لها عدد. ولا لما ينجحوا، بالله عليكم لما ينجح الحين الفريق المغربي لما ياخذ فلوس، يا هل ترى راح يعطي منها شوية للشعب؟ راح يفتح بها مدارس؟ راح يبني بها مستشفيات؟ راح يعبد بها طرقات؟ أبدا، راح ياخذ الفلوس لنفسه. ولهذا نتمنى يعني أنه أي إنسان يسمع هذا الفيديو، أي إنسان يسمع هذا الكلام، أي أب، نتمنى أنه يبعد أولاده الصغار عن هذا الموضوع، موضوع الكرة، وما ياخدش أولاده للملاعب. ما تغرسوش يا ناس حب الكرة في قلوب أولادكم لهذه الدرجة، حتى ما تدمروهمش، ما تضيعوش مستقبلهم، ما تضيعوش دنياهم ودينهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.